مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. زي ما انتم متعودين حلقتنا مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار النادي الاهلي اليوميه من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. ياسترو بيطالب مسؤول الاهلي بضروره التعاقد مع مدافع اجنبي خلال فتره الانتقالات الحاليه، ويتحفظ على فكره ضم مدافع محلي اخر بجانب عمرو الجزار المنضم حديثا للاهلي، ويتمسك بضروره التعاقد مع مدافع اجنبي قوي من اجل معالجه الاخطاء الدفاعيه التي عانى منها الفريق في المباريات مؤخرا. ويؤكد لمسؤول الاهلي بضروره التعاقد مع مدافع اجنبي خلال فتره الانتقالات الحاليه والاكتفاء على كده وعدم ضم اي مدافعين جدد في الوقت الحالي. ويرفض كل الحلول من جانب مسؤول الاهلي بضم خالد صبحي مدافع المصري البورسعيدي او هادي رياض مدافع بتروجيت نظرا لعدم اتاحه مكان بقائمه الفريق لضم مدافع اجنبي بجانب صفقه يوسف بالعمري والمهاجم الاجنبي الذي يرغب بضمه للفريق. الاهلي يكثف محاولاته مع اداره نادي المصري البورسعيدي من اجل الحصول على خدمات احمد عيد مقابل مصطفى العش خلال فتره الانتقالات الحاليه. ومصدر يؤكد بان هناك اجتماع منتظر من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس اداره الاهلي والكابتن كامل ابو علي رئيس نادي المصري البورسعيدي من اجل حسم الصفقه والاتفاق على كل الامور الماليه خلال الايام القادمه. ويؤكد بان نادي المصري البورسعيدي لم يشترط الحصول على خدمات عمر الساعي المعار من الاهلي نهائيا ضمن الصفقه، لكن اداره النادي البورسعيدي ترغب بالحصول على خدمات مصطفى العش مقابل التخلي عن خدمات احمد عيد للاهلي. وفيما يخص دخول محمد سيحة حارس مرمى الاهلي ضمن الصفقه لم يعد مطروح على الطاوله حاليا، والكلام دلوقتي على دخول مصطفى العش في صفقه تبادليه النادي المصري البورسعيدي مقابل حصول الاهلي على خدمات احمد عيد خلال فتره الانتقالات الحاليه. الاهلي يتجه نحو التحرك لضم مدافع اجنبي تحت السن بعدما تمسك ياستروب المدير الفني للفريق بضروره ضم مدافع اجنبي خلال فتره الانتقالات الحاليه. ومصدر يؤكد بان الاهلي بدا البحث عن عده مدافعين اجانب تحت السن لضم احدهم خلال فتره الانتقالات الحاليه من اجل تلبي رغبه ياستروب، وذلك بسبب عدم قدره النادي على ضم مدافع اجنبي فوق السن في الوقت الحالي بسبب عدد الاجانب المتواجد حاليا بقائمه الفريق والصعوبات التي يجدها النادي في تسويق جراديشار واشرف داري عن الاهلي حتى الآن، خاصة وأن الأهلي حسم صفقة يوسف بالعمري ظهير أيسر نادي الرجاء المغربي، وأولويات النادي بالتعاقد مع مهاجم أجنبي مكان جراديشار وأشرف داري الذي من المحتمل رحيلهم عن الأهلي خلال الأيام القادمة. احمد شوبيري يؤكد بان ملف الصفقات بين الاهلي والمصري البورسعيدي اصبح في مرحله متقدمه بشان انضمام احمد عيد للاهلي مقابل مصطفى العش النادي المصري. ويؤكد بان الكابتن سيد عبد الحفيظ هو الذي يتولى ملف المفاوضات مع اداره نادي المصري البورسعيدي من اجل حسم الصفقه، بالاضافه الى متابعه الكابتن محمود الخطيب تطورات المفاوضات. واكد ايضا بان نادي المصري البورسعيدي لم يشترط الحصول على خدمات عمر الساعي نهائيا من الاهلي مقابل التخلي عن خدمات احمد عيد خلال فتره الانتقالات الحاليه. وكان متوقع فعلا دخول عمر الساعي ضمن صفقة احمد عيد، والان الامور اتغيرت والكلام اصبح على مصطفى العش الذي اصبح قريب جدا من الرحيل عن الاهلي والانضمام الى نادي المصري البورسعيدي ضمن الصفقة. ويؤكد بان الاهلي تراجع عن ضم محمد مخلوف لاعب وسط المصري واكتفى فعليا بالتركيز على ضم احمد عيد فقط، خاصة وان مسؤول الاهلي قرر له الاكتفاء على العناصر المتواجدة حاليا بخط وسط الفريق وعدم ضم اي لاعب وسط اخر خلال فترة الانتقالات الحالية. مسؤول الاهلي يكثفون محاولاتهم من اجل تسويق جراديشار عن الفريق في الوقت الحالي بعدما تلقى النادي عرض رسمي من احد الانديه البولنديه من اجل الحصول على خدماته. واجتماع حاسم من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ مع اللاعب خلال الساعات القادمه من اجل اقناعه بالرحيل الى النادي البولندي الذي يرغب بالحصول على خدماته بعدما رفض الرحيل الى احد الانديه المصريه الذي كانت ترغب بضمه. ضياء السيد نجم المنتخب السابق يؤكد بان مباراه تحديد المركز الثالث والرابع ليس لها اي قيمه حتى تقام، خاصة وأن الفريقين افتقدوا كل الطموحات بعد خسارة نصف النهائي وتوقف مشوارهم بالبطولة، فهو يرى بأن المباراة دمها تقيل ولم تلقي أي اهتمام كبير عكس ما يكون في المباريات السابقة والذي كان لديك الحماس والطموحات. ويؤكد أيضا بأنها فرصة رائعة للخروج بأفضل شكل من البطولة بعد الفشل في الصعود للمباراة النهائية. وفيما يخص مواجهة السنغال يؤكد بأن كان هناك حالة من الخوف الزائد عن اللزوم من جانب الكابتن حسام حسن وعدم التحضير بشكل جيد للقاء، وفي مثل هذا المباريات اللي
بيخاف يلقي الهزيمة وهو ما حدث بالفعل، ويتمنى بأن يحصد المنتخب الميدالية البرونزية للحفاظ على الشكل العام بعد مباراة السنغال والذي ظهر فيها بأداء مخيب لكل الآمال وفشل اللاعبين والجهاز الفني في تحقيق ما تحقق في نسخة 21 والذي خسر المنتخب بصعوبة أمام السنغال بركلات الترجيح. ويتوجه بعتاب شديد لجماهير المغرب الذي كانت بتدعم منتخب السنغال ضد منتخبنا الوطني، فهو كان يتمنى خسارة منتخب المغرب بالأمس من أجل مواجهتهم في مباراة الثالث والرابع بالبطولة، وإنه كان يثق في منتخبنا الوطني بالفوز على المغرب لو كانت واجهت مصر في مباراة الثالث والرابع، وذلك بسبب دعم الجماهير المغاربة منتخب كوتيفوار أمام مصر وأيضا منتخب السنغال لخوفهم من مواجهة مصر في نهائي البطولة. ويرفض تحميل محمد الشناوي مسؤولية هدف السنغال الوحيد في اللقاء، ويطالب الكابتن حسام حسن بضرورة خوض مباريات ودية قوية خلال فترة الإعدادات المقبلة من أجل التحضير بشكل جيد لكأس العالم، ويرى بأن الكرة المصرية تحتاج إلى تطوير والعمل بكل جدية وضمير من جانب المسؤولين في اتحاد الكرة من أجل تكوين منتخب قوي وقادر على حصد البطولات. أليو ديانج يصل إلى القاهرة اليوم بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها من جانب ياس تورب المدير الفني للأهلي بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية، واللاعب سينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بداية من الغد من أجل بدء التحضير والاستعدادات لخوض المباريات القادمة مع الأهلي. مصدر بالأهلي يؤكد بأن هناك جلسة منتظرة من جانب الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن وليد صلاح الدين مع أليو ديانج فور وصوله للقاهرة من أجل حسم ملف تجديد تعاقده مع الفريق، وذلك بعدما تمسك ياس تورب باستمرار اللاعب وعدم التفريط في خدماته فحل رفضه التجديد مع الأهلي. ويطالب مسؤول الأهلي أيضا بضرورة بذل أقصى جهد من أجل التجديد لأليو ديانج والإبقاء عليه مع الفريق خلال المرحلة القادمة، خاصة وأنه يعتبر من أحد أهم القوام الأساسي بالنسبة له بالفريق. ومحاولات مكثفة من جانب مسؤول الأهلي من أجل تجديد عقد أليو ديانج مع الفريق خلال المرحلة القادمة بعدما تواصل مسؤول النادي لاتفاق نهائي مع وكيل اللاعب بشأن الراتب الذي سيحصل عليه مع الأهلي، وإنه في الوقت الحالي يتبقى فقط بعض الرتوش الأخيرة التي سيتم حسمها خلال جلسة مسؤول الأهلي مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده مع الفريق بشكل رسمي. الأهلي يتراقب من بعيد موقف وسام أبو علي بشأن العروض المقدمة له للرحيل عن نادي كولومبوس كرو الأمريكي لمعرفة موقف الأهلي من المطالبة بنسبة إعادة بيعه في حال رحيله عن النادي الأمريكي، وذلك في ظل تلقيه عدة عروض من فرنسا وألمانيا وتركيا والأندية الخليجية التي ترغب بضمه مؤخرا. مطالب أهلاوية كبيرة بضرورة عودة حمدي فتحي للفريق مجددا بعد تألقه بشكل كبير مع منتخبنا الوطني في بطولة كأس الأمم الإفريقية، وذلك خوفا من رحيل أليو ديانج المحتمل والإغراءات المالية الضخمة التي يتلقاها مروان عطية وإمام عاشور من أحد الأندية الخليجية من أجل الحصول على خدمات الثنائي، خاصة أيضا وأن بيراميدز يرغب بالحصول على خدمات حمدي فتحي، وإدارة النادي السماوي بتحاول بكل الطرق إقناع اللاعب باللعب والانضمام لهم. وعلى مسؤول الأهلي إلا اللوم على أنفسهم في حال تركوا حمدي فتحي ينضم إلى بيراميدز في ظل وجود رغبة قوية للاعب حاليا بالعودة للأهلي مجددا. حسني عبد ربه نجم المنتخب السابق أشاد بقوة بإمام عاشور بعد ظهوره بشكل كويس مع المنتخب، ويؤكد بأن إمام عاشور كتر خيره في ظل عودته من بعيد بسبب الإصابات التي عانى منها مؤخرا، لكنه اشتغل على نفسه الفترة اللي فاتت من أجل العودة بأفضل شكل، وإنه كان يثق في إمام عاشور الذي أثبت بأنه كان عنده حسن ظن الكابتن حسام حسن، لأن في الوقت اللي شارك فيه في البطولة لعب بشكل كويس، ولو إمام عاشور كان في فورمته من غير أي إصابات أو المرض اللي جاله كان هيفرق في شكل المنتخب جدا، لأنه واحد من أهم الحلول اللي بيدور عليها أي مدير فني. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك واشترك في القناة لو ما انتش مشترك عشان تتابع معنا كل جديد عن أخبار الأهلي.